ازيكم يا جماعة؟ ناس كتير قوي حوالين العالم دلوقتي عمالة طالعين مصدعيننا بموضوع زراعة اللحمة جوه المعمل. هل اللحمة بتتزرع؟ اه اللحمة بتتزرع، بس تعالوا النهاردة كده نفصص الموضوع ونعرف أصله ايه وفصله ايه عشان نبقى فاهمين وما يندحكش علينا وخلاص ويقول لنا احنا هنحل مشكلة اللحمة في العالم عن طريق ان احنا هنزرع اللحمة جوه المعامل. تعالوا كده واحدة واحدة نعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ممكن إن إحنا نعمل زراعة اللحمة جوه المعامل؟ آه ينفع. عن طريق إيه؟ عن طريق إن إحنا بنجيب خلايا جذعية من العجل وهو لسه ما اتولدش، وبنحطها في المعمل وبنعمل لها زراعة مع شوية إنزيمات. فإن إحنا بنخلي الخلايا الجذعية دي بتبقى لسه مش عارفة هي مهمتها إيه، هل هتبقى خلايا دم أو خلايا عضلات أو بتعمل إيه؟ الله أعلم. فبنروح عاملينها بنعمل لها تعديل جيني، بنقول للخلايا دي انت هتبقي خلايا عضليه. الخلايا العضليه دي ايه بتطلع لنا؟ ايه بتطلع لنا؟ لحمه. معروف ان اللحمه عباره عن عضلات او الياف عضليه. اللي بيحصل ايه؟ بنحصل ان احنا بنسيب حته اللحمه دي تكبر تحت حراره وتحت ظروف مناخيه معينه جوه المعمل. المشكله بقى عشان نطلع 200 جرام من اللحمه دي او 150 جرام من اللحمه دي بناخد فتره حوالي تقريبا شهرين او 3 شهور. بس المشكله حاجه ان احنا بنطلع الكمية دي بتكلف حوالي 250 ألف جنيه استرليني، ودي التكلفة الحقيقية اللي كانت معمولة في المعامل في إنجلترا، ودي التكلفة الفعلية. لما حصل وعملوا حتة اللحمة دي جابوا شيف تقريبا شيف جوردن رامزي، وعملوا اللحمة دي في أفخم مطعم ودقوها، لقوها لحمة طف جدا 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 جدا، طف ما بتتبلعش اساسا، لحمه ناشفه. ده بسبب ايه؟ بسبب ان اللحمه ما فيهاش اي دهون. هم عملوا لحمه مخلقه في المعمل، بس نسيوا اهم حاجه، ان لازم الحاجه دي تكون كانت حيه. ربنا لما خلق الكون عمل فيه نظام طبيعي، سيستم كل الكائنات بتمشي عليه في هرمونيه كده او سيمفونيه، بتتعزف لوحدها كده، سبحان الله. اللحمه طول ما فيهاش دهن ما بتتبلعش، مش هتبقى فيها يعني بيقول لك اللحمه من غير دهون ما تدقش. زي ده مثل كده، مش عارف ده هل صح ولا غلط. فيا جماعه بعد اذنكم ما نجريش ورا الاوهام ونفتكر ان احنا كده خلقنا. لا، احنا كده ما عملناش اي حاجه، احنا لسه نقطه في بحر. موضوع ان اللحمه بتتخلق في المعامل دي موضوع لسه هيطول شرحه، ولسه فيه كلام كتير قوي. هو ممكن، لكن مش هيحل لنا مشكله، لان احنا زي ما قلنا 100 جرام بيكلفنا ربع مليون جنيه استرليني. فنأمل ان ممكن بعد سنه ولا اتنين يقدروا يحلوا الموضوع ده. طبعا موضوع ان حاجه تتخلق بعيد عن اراده ربنا دي انا بستبعدها خالص، مش بحس انا ان هي مش طبيعيه. بس وفوق كل ذي علم عليم، الله أعلم ممكن يحصل تعديل في أي حاجة تانية بعد كده مش عارفين. فأتمنى يا جماعة إن إحنا نركز شوية في الحاجات اللي بتتقال، نتابع الناس على السوشيال ميديا، الناس اللي هي بتتكلم في مواضيع علمية، عشان نقدر نفهم التطورات اللي حوالينا. لازم المؤمن يكون واعي لكل حاجة حواليه بتحصل. أشوفكم دايما على خير. مع السلامة.